السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ماما عاملة كفتة عاملاها بطريقة هتعجبكم. على فكرة أنا عضي مش ندى، إن شاء الله الفيديو هيعجبكم. النهاردة الكفتة حلوة ولذيذة، حلوة ولذيذة وإن شاء الله هتعجبكم. جبنا بصلاية صغنونة، حجم البرتقانة صغنونة، ضربناها في الكبة وقطعنا حتة اسمها خضرة. ده بعسل. النهارده بقى ده كان عايز يسجل لكم الفيديو بذوقته، وبيقول لي يا ماما انت تعبانه وانا اسجل مكانك. يا رب بس تكون المقدمه بتاعته عجبتكم. انا جبت بابريكا وجبت بصلايه، كنت بعمل تعصيجه كده اللحمه المفرومه وعملتها كده، وبعد كده خدت منها بصلايه وقلت اعمل الكفته برز. حطيت الكفته ام رز كلها على بعضها، الحاجات بتاعتها اللي هي ايه عباره عن الخضره اللهم صل على النبي والبصل. وهنا انا بقى نسيت التوم، ما حطيتش بصراحة توم، بس طلع طعمها حلو وجميل. جربوها بس بالطريقة دي هتعجبكم. هتشوفوا انا بقى لما نسيت التوم عملت ايه في الاخر. جبت البهارات بتاعتي، بهارات لحمة، وحطيت الخضرة قطعتها نص حزمة ونص حزمة، هي اللي كانت عندي. فاللحمة مش هتطلع مخضرة كده، اللحمة هتطلع فاتحة كده شوية. هتشوفوا بقى انا عملت ايه فيها. انا هنا حطيت اللحمة مع البهارات مع الفلفل الاسود مع الخضرة مع كزبرة، ضربتهم كلهم مع بعض. بصوا بقى لما تعملوا بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وكمان حطيت بابريكا اديتها طعم حلو قوام جميل. وكمان حطيت جنزبيل. والبهارات ما تكتروش منها، البهارات لما بتكون كتير بتمرر. متنسوش الملح. وهنا بقى جبت الرز بتاعي، الرز المطحون. عملت معاكم الكفته ام رز قبل كده، بس دي قلت بقى فريزر رمضان، واحنا بنحبها كمان محمره اكتر، يعني ما بنحبها في الصلصه. فقلت خليها زي ما هي نيه واطلعها ومش متصبعه، واطلعها صبعها على طول، مش هتاخد حاجه. بس لما بتكون مصبعه بتبقى اسهل، عشان المكان ما كل اللي بفرزه بشيله في التلاجة، فعشان تبقى عامله فيها مكان. طلعت الكفته بعد ما اتفرمت وحطيتها كده، لونها فتح معايا شويه. بصوا بقى قعدت ادعك فيها كده لغايه ما طلع لها صحاب. بقيت احط عليها شويه زيت واشوفها بقى بتتصبع ما بتبصمش في الايد. تحفه. بصوا الصباع ماسك نفسه ازاي، طلعها في منتهى الجمال. ايوه ده شكلها. بصوا بقى لما انا حمرتها طلع شكلها كده، بس طعمها يعني مش عارفه بصراحه، هي كفتة شوي مدية على كفتة برغل ولا كفتة فراخ، انا مش عارفة. فجبت بقى ايه، رحت عند الجزار وجبت ايه لحمة بقى، لحمة جملي، وعنده جملي وعنده بلدي. انا جبتها وكيستها على كيسين، دعكتهم في بعض دعكة جامدة كويسة بحبة زيت، وبقوا زي الفل. والبولة بتاعتي الطبق بتاعي نضيف زي ما انتوا شايفين كده، وكانت حلوة وجميلة. وبططتها عشان لما اجي اطلعها من الفريزر هي نص ساعة كبيرها ولا ساعة وهتفك على طول، فهتصبع منها وترمي في الصلصة على طول. كانت سهلة وبسيطة وجميلة جدا يعني. جربوها بس بالطريقة دي هتعجبكم. هنا بقى وانا بحط في الكيس انا بفرغ كل الهواء اللي في الكيس وبظبط الكيس كويس. بصوا انا بفك وبعدل بفك وبعدل، لازم تخلصوا من الهواء اللي جواها ده خالص. بصوا لونها جميل ومش خضرة خالص ولا اي حاجة، وطعمها تحفة بصراحة. انا بقى ما عملتش اي حاجة غير انا اشتريتها من عند الراجل زي ما هي، والله طعمها كان في منتهى الجمال واللذاذة.
جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. عايزين تعملوها في البيت تعملوها بره براحتكم. يا رب اكون في حسن ظنكم في كل فيديوهاتي.